السلام عليكم. ريجي كامب مدرب الترجي الرياضي التونسي كان في اجتماع البارح مع إدارة الترجي وراء على رأسها حمدي المدب لتباحث عديد النقاط، أهمها الانتدابات القادمة للترجي الرياضي التونسي اللي طلبها المدرب الترجي ريجي كامب، وكيف كيف زاد ريجي كامب طالب إدارة الترجي بتعيين مدير فني في الترجي الرياضي التونسي. المنصب هذا كما نعرفوا الناس الكل انه غايب عن الترجي الرياضي التونسي عنده مدة كبيرة وسنوات كبيرة. المطالبة بانتداب مدير فني حاجه باهيه في الترجي التونسي، خاصه في ظل الاستحقاقات القادمه وفي ظل البروجي سبورتيف اللي قاعد يخدم عليه ريجي كامب بصحبه الاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي. خبر اخر او يعني حاجه اخرى صارت في الترجي التونسي في نهارين هذوما، انه اسكندر القاسري انسحب رسميا من الاطار الفني للترجي الرياضي التونسي. كيف زاد ريجي كامب طالب تنحية شمس الدين ذوادي وصبري البوعزيزي من الترجي الرياضي التونسي. كي نشوفوا الكم الهائل نتاع المساعدين الموجود مع ريجي كامب نحسوا انه الترجي التونسي مانيش عارف داخل على حرب ولا داخل على غير ولا اللي هو نعرفوا. المعروف المتداول عليه انه يكون معاك مدرب مساعد من الفترة السابقة متاع كاردوزو، أكيد كي باش يجي مدرب جديد باش يطالب أول حاجة يعني بالستاف متاعو، وكي يجي بالستاف متاعو أكيد باش يكون فما تخمة كبيرة متاع مدربين. يعني ما نتصورش كان ريجي كامب معاه زوز مساعدين ومعاه زاد المدرب تحليل الأداء الجزائري الجديد اللي طالب به هو في ستاف تكنيك، ونشوفوا شمس الدين ذوادي مازال، ونشوفوا مثلا اسكندر القاسري مازال. اسكندر القاسري بالنسبه لي انا كان يبقى في الترجي خير، يكون يعني مدير فني والا ليه بالشوبان احسن، نظرا انه هو في الاصل فورماتور قبل ما يكون مدرب، ونجح برشا في تكوين برشا ملاعبيه. لكن الجديد في الترجي الرياضي التونسي انه بعد الاجتماع اللي صار هذايا نتصور انه بنسبه 90% باش يكون شمس الدين ذوادي وسيم نواره وصبري البوعزيزي خارج اسوار حديقه الرياضه حسام بالخوج. هذه وجهه نظر مدرب مش وجهه نظر نتاعي. كل مدرب يحب يخدم بأريحية ويخدم مع الناس اللي يعرفهم واللي يرتاح لهم واللي يحس انه الخدمه نتاعو تمشي مع الناس هذوما. يكون فما تعطيلات فما حاجات اخرى ما نعرفوش عليها نحن في الكواليس، لكن هذا الخبر اللي متداول تويكو بنسبه كبيره باش يكون في قدم الايام. الخبر هذايا باش يكون رسمي. ريجي كامب طالب إدارة الترجي التونسي بالانتداب مد قائمة للحمدي المدب رئيس الترجي التونسي لانتداب ملاعبين. أهم بوست مطلوبة عند ريجي كامب تويكا هي خطة قلب الدفاع بعد إصابة ياسين مريح ونهاية موسمه مع الترجي التونسي. ريجي كامب طلب إدارة الترجي بانتداب مدافع محوري، واللوجيك والمنطق يقول إنه الترجي التونسي ما نجمش يكمل سيزون كامله فيها قرابه 40 ولا 50 ماتش بثنائي محور دفاع اللي هو حمزه جلاسي وتوغال. يعني بالعقل وباللوجيك ما تجيش ما تصيرش، حتى ولو عطيت فرصه لقصي سميري باش يشارك في بعض المقابلات وعلاش لا ياخذ فرصته هو زاد في الترجي التونسي. لكن مش من المعقول انه عندك كاس عالم، عندك كاس رابطه الابطال الافريقيه، عندك الدوري التونسي، عندك كاس تونس، عندك السوبر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والترجي والترجي التونسي والملعب التونسي اللي اخيرا باش يولي اوفيسيال وباش يتلعب في الموسم هذا. باش تكمل بمحمد امين توغاي وباش تكمل زاد بحمزه جلاسي ماهيش لوجيك. لازمك انتداب مدافع. تحدثت وسائل الاعلام على عمر رقيق، تحدثت زاد وسائل الاعلام على مدافع المنتخب الوطني التونسي منتصر الطالبي. سمعنا زاد كواليس انه فما صفقه تبادليه بين اداره الترجي والرجاء في خصوص ارجاع المدافع هاني عمامو ورجوع رياض بن عياد بصفقه نهائيه للرجاء المغربي. نعرف رياض بن عياد رجع للترجي ورجع للتدريبات الجماعيه للترجي التونسي ومازال عقده ساري لجوان 2025 مع الترجي التونسي. فما احتمال انه يكون الحديث هذا صحيح. كيف زاد ما نتصورش انا كان منتصر الطالبي باش يرجع للدوري التونسي مره اخرى من بوابه الترجي. صحيح منتصر الطالبي توكل يلعب مع ريون في ديفيزيون 2 في فرنسا، لكنه قيمته التسويقيه كبيره. قيمته التسويقيه حسب الترانسفير ماركت 5 مليون اورو. ما تصورش كان الترجي قادر على 15 مليار باش يجيب مدافع تونسي وانتداب بالصوره هذه بالفلوس هذه الكل.
كيف كيف زاد عمر رقيق ينجم يكون حل من الحلول، خاصة انه الملاعبي بدون فريق الى حد الان. نتصور انه المدافع هذايا ينجم يكون حل من الحلول، خاصة في صغر سنه 22 سنة وتونسي عنده الجنسية التونسية، ينجم يكون حل من الحلول. فما ناس تحدث زاد على ديلان براون اللي مش قاعد يلعب في فريقه تويكا واللي كونتراتوه يوفى في جوان 2025، ينجم يكون حل زاد في دفاع الترجي التونسي، خاصة في ظل الاستحقاقات وظل المسابقات القارية المحلية والإقليمية والدولية للترجي الرياضي التونسي. الحاجة ذي أكيد باش يكونوا فما عديد الأسماء على طاولة حمد المدب، خاصة في البوست هذه الكريتيك اللي ما نتصورش كان ياسين مريح يخلط من هنا لاخر الموسم الى جامون كروازي. حبت لها برشا وقت باش يكون ياسين مريح بري، باش يرجع في الإدوكاسيون، باش يرجع في الاعداد البدني من جديد، رميزه زيرو عباره من الاول، عباره بدايه موسم، وحبت له باش ياخذ طون جو وياخذ وقت. واكيد الترجي باش يكون في معمعه كبيره مع المقابلات، في معمعه كبيره مع المقابلات الكبيره اللي باش يلعبها في دوري ابطال افريقيا، في الدوري التونسي، في كاس تونس، وفي كاس العالم للانديه. وهذا الكل يتطلب انتداب عاجل وعاجل وعاجل جدا في خطه مدافع المحوري، خاصه انه اكيد الترجي التونسي باش يجي فتره مش باش يلعب توغال، خاطر نعرفوا التوم تاع الجانب في الدوري التونسي بيحتم على الترجي التونسي ديما فما 4 سور تيران وزوز رومبلاسون، يعني 6 في المجمل لازم يكون فيهم 4 سور تيران، وهذه الحاجه اللي باش تخلي ديما الافكتيف يدور في الترجي التونسي، ديما التغييرات موجوده في صلب الجانب في الترجي التونسي. واكيد الفرصه جات للمكونات تويكا باش يبرهن على امكانياته. شفنا في المقابله الاخيره مكونات ترجخ في غياب بيانساس المصاب، اكيد فما كواليس اخرى باش تصير وفما حاجات اخرى باش تصير. واكيد الميركاتو هذا باش يكون مهم ومهم برشا للترجي التونسي. الميركاتو هذا باش يعمل لك ليكيليبر بين ميركاتو الصيف وميركاتو اشتي، خاصة كي شفنا يعني فما برشا ملاعبين في الترجي، شفنا الكونديسيون فيزيك نتاع الترجي طايحة برشا، خاطر نشوفوا الإصابات اللي تلاحق لاعبي الترجي التونسي. ما نتصورش كان من فراغ، ما نتصورش كان الإصابات اعتباطية كاكا. نتصور انه البريباراسيون اللي صارت في الصيف كانت غالطة على طول الخط، من كاردوزو الفابيو المساعد نتاعو للمعد البدني صبري البوعزيز. ان شاء الله اللي جاي خير، ونتمنى الخير كان للترجي، وان شاء الله نتقابلوا فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.